العواطف هي اللي تحركنا في اتجاهات يمكن تكون عكس اتجاه مصالحنا واحتياجاتنا، والكورة جزء من احتياجاتنا. انتقالات اللاعبين عملية عمرها أكثر من 125 سنة، وطول هالسنين كانت المادة هي محرك هذه العملية. إلى وقت قريب كان هالأمر نوع من العيب اللي يلتصق باللاعب اللي يختار المادة كعامل أساسي للانتقال، وفي حالات كان يوصف بالخائن. لكن المعايير فيها ازدواجية، يمكن بسبب العواطف زي ما قلنا. سوق الانتقالات السعودي ما يختلف عن الباقين نهائيا، له طبع خاص وتطور على مراحل إلى أن أخذ وضعه في المنطقة. تحياتي وحياكم الله معانا في الكرة الشاملة. أنا محمد العمري. هالأسبوع منصور مريح على الدكة ويمكن مطول، وفي هالحلقة راح أخذكم لفة على مراحل تطور سوق الانتقالات السعودي. السبعينات والثمانينات عنوانها الولاء للنادي والكيان والرموز، وهذا الولاء أهم بكثير من الأموال لأنه يأمن حياة اللاعب، وكانت الوظيفة اللي يأمنها عضو شرف للاعب كافية لضمان مستقبله. السوبر ستار الوحيد اللي كسر هذه القاعدة الكابتن سعيد غراب. الكابتن سعيد لعب للاتحاد والنصر والأهلي. في التسعينات بدأ الاحتراف وعاد اللاعب الأجنبي لملاعبنا. هذه المرحلة كانت أعظم مرحلة للكرة السعودية على صعيد المنتخبات والأندية. مع هذا سوق الانتقالات كان متواضع أو مقتصر على نجوم الصف الثاني والثالث، والمبالغ المادية لم تكن مجزية نهائيا. انفرطت السبحة في العقد الأول من الألفية، وانتقلت أسماء كبيرة بين المنافسين. ما حد كان يتخيل أنه هذه الأسماء تنتقل من ناديها من بيتها الأول، لكن الأسباب كانت متعددة: العروض المغرية، خلافات ومشاكل مع الإدارة أو المدرب، أو حتى خلافات مع شخصيات في النادي. الحقيقة أنه هذه المرحلة مشاكلها متعددة، وفيها كسرت الحواجز وظهرت حكاية الكباري وسواليف تحت الطاولة. ونقدر نسمي مرحلة العقد الثاني من الألفية بمرحلة الأمر الواقع. أصبح انتقال النجوم بين الأندية أمر عادي، وعملية الانتقالات صارت واقع يحكمها صاحب المادة. اللاعبين أصبحوا أقل عاطفة والجمهور أكثر تقبلا، ومعها ظهرت حكاية لوي الذراع للحصول على عقد أفضل. أنت إيش رأيك في هالموضوع؟ تتفق معانا ولا تختلف؟ نشوفكم على خير.